يا سلام بقى على حواوشي البيض وجماله من غير لحمة، ولونه طالع ذهبي وجميل. ينفع معاكي فطار وغدا. شايفة الجمال؟ شايفة بسم الله ما شاء الله، كأنك بتاكلي حواوشي لحمة بالظبط، وشكل الرغيف يجنن. ينفع معانا فطار وغدا بجد. وصفة سهلة ورخيصة ولذيذة جدا، هتاكلي صوابعك وراها. بجد جربيه ومش هتندمي. تنفع معاكي فطار وغدا. تعالي نجرب ونشوف هنعمل ايه. المكونات معايا: توم وشطوطة وده خل، ودي سمنة زبدة انا مسيحاها على زيت، والبهارات بتاعتي ملح وفلفل اسمر وكزبرة وبهارات، وخمس بيضات، ومقطعة طماطم وفلفل اخضر، وممكن تحطي فلفل الوان. في طاسة على النار هنحط السمنة بتاعتي على الزيت اللي احنا مسيحينها، وهننزل بفصين الثوم المهروسين. هنقلبهم لحد ما ياخدوا لون اصفر كده معايا. هروح نازله بالكزبره الناشفه بس، دونا عن باقي البهارات. بتدي ريحه جميله جدا للثوم وهو بيتحمر كده. لما بتاخد اللون مع الثوم، هننزل بالكزبره لوحدها بدون باقي البهارات. تمام، عشان بقيه البهارات ما تمررش معايا. وبعدين هننزل بمعلقه هريسه او الشطوطه الحمراء ديت. احنا عاملينها في البيت، طعمها جميل جدا. بصي بقى الخطوه دي بتنقل معاكي الطعم في حته تانية. ده خل، معلقه الخل اللي احنا نزلنا بيها على طشه الثوم دي. شايفه الحركه دي بتدي طعم تحفه. وبعد كده هننزل بالطماطم والفلفل، او اي خضار انت حابه تحطيه. حابه تحطي جزر، حابه تحطي فلفل الوان. وبعد كده هننزل بباقي المكونات. اتسبكت معايا وخدت الشكل دوت كده. هبتدي انزل بالبيض واقلبه، وعلى ما البيض يستوي وبقلبه كده فتحت العيش. تمام، واسيب يعني البيض بتاعي يستوي براحته، يعني بياخدش 3 دقايق بالظبط على النار. يعني انا كده مسويه قدامكم. تمام، هوريكي دلوقتي العيش اهوت فتحته. بجيب العيش الاسمر اللي هو بتاع الحواوشي ده وبفتحه، وبحط جبنه موتزاريلا بردك معايا. تمام، وهبتدي بقى ايه اعبي العيش بالخلطه الجميله اللي احنا عملناها دي. بصي طريقه سهله جدا وتحفه، والله طعمه يجنن. يعني ولادك هيعشقوه. هتعبي العيش كده بالخلطه الجميله اللي انت عملتيها دي، زي الشكشوكه كده. بس طريقه التومه دي بصراحه اختراع اختراع. وهتحطي الجبنه بقى. تمام، وهتاخدي بقيه العيش وتعبي بقيه المكونات، وهتاخدي في نفس المقله كده تاني. بعد ما خلصنا عبينا كله، تحطي معلقه سمنه بردك سايحه. تمام، وهتاخدي صدمه للرغيف من اليمه دي وصدمه من اليمه التانية، ويطلع معاكي بجد احلى حواوشي بيض. طعمه يجنن مع مخلل الزيتون الجميل اللي احنا عاملينه، وحبه بابا غنوج كده، او سلطه طحينه، اي حاجه انت بتحبيها. بصوا يا جماعه بجد جربوه بنفسكم، وقولوا لي رايكم في التعليقات. ويعني اللي ما عملش لايك واشتراك لحد دلوقتي يعمل لايك واشتراك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. وبجد يهمني رأيكم جدا. شايفة الجمال؟ شايفة الحلاوة؟ والله يا جماعة طعمه تحفة، هتدمنيه. يعني ولادك مش هيبطلوا يطلبوا منك، وإمكانياته موجودة عندك في البيت. حاجات سهلة جدا وبسيطة.